السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص الأهلي يحكم بأحكامه، ولكن في البداية يا سادة يا ريت كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناة، لايك على الفيديو واشتراك في القناة. لو أنت أول مرة تشوفنا اعمل اشتراك في القناة تكرما منك فضلا وليس أمرا، ولايك على الفيديو لو الفيديو عجب حضرتك. الأهلي يحكم بأحكامه. مبروك، ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي، الفوز الكاسح من شباب النادي الاهلي لفريق لشباب الزمالك في كرة السلة، والاهلي الى نهائي دور المرتبط في كرة السلة. حتى مباراة بالليل دي مباراة تحصيل حاصل، الشباب عملوها وريحوها بعد الفوز الكبير 81-42، يعني فرق شاسع، النص بالنص 50-50. وقبل منها المباراة الأولى برضو الشباب عملوا مباراة عظيمة جدا. فألف مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي، والأهلي ماشي على الخطة السليمة اللي إن شاء الله بإذن الله اللي محمود الخطيب، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رسمها بالظبط. اقتصاد ورياضة إن شاء الله النادي الأهلي طاير لفوق. والناحية التانية يا سادة النيابة تأمر بتحويل مرتضى منصور إلى المحكمة الاقتصادية في قضية سب وقذف الكابتن محمود الخطيب. خلاص مرتضى منصور هيحولوه للنيابة أو المحكمة. طيب وبعد ما تحولوه للمحكمة في سب وقذف الكابتن محمود الخطيب وسب أعراض ناس كتير على قناة نادي الزمالك اللي هو ما طلعش عليها امبارح، وطلع كريم ابو حسين يهلفط ويهرتل في الكلام ويقول اي كلام برضه وبيتهم النادي الاهلي. والاستاذ كرم جبر بتاع الاعلام ودن من طين ودن من عجين ونايم ولا دريان باي حاجه. كرم جبر سايب الكل في الكل بعد كريم ابو حسين امبارح ما طالع بيتهم النادي الاهلي اتهام خطير ويقول لك مخطط اهلاوي لهدم مرتضى منصور ونادي الزمالك. اللي قبل منه لو يعرف كريم ابو حسين ده قبل منه بفتره بشويه كده بسيطه طالع حسين لبيب اللي كان رئيس اللجنه المؤقته في نادي الزمالك قبل مرتضى منصور، طالع قال على مرتضى منصور ان هو جعجاع وكذاب واللجنه ما ادتش ممدوح عباس فلوس، ولا لو عايز يثبت وانا اطلع اعتذر لجمهور الزمالك. ولكن ان شاء الله باذن الله هنتمنى حكم راضع وعادل من المحكمه الاقتصاديه على مرتضى منصور. وفي الختام ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.